محدش فاضي يشتري عقارات في الحرب، فاكيد الاسعار هتنزل. اكيد سمعت الجمله دي كتير الايام اللي فاتوا، بس الكلام ده مغلوط 100%. الحقيقه ان سعر العقارات زاد ما قلش، وخليني اقول لك ازاي، لانها فرصه ليك انت. الحرب رفعت اسعار مواد البناء، وده معناه ان تكلفه الانشاءات هتزيد ووراها الاسعار. الالومنيوم مثلا اللي بيدخل في صناعات مهمه زي الشبابيك والواجهات والقطاعات المعدنيه سعره وصل لاعلى مستوى ليه من 4 سنين بسبب الهجمات الايرانيه على مركز تعدين الالومنيوم في البحرين وفي الامارات. ده غير اجراءات ترشيد الطاقه اللي طبقتها الحكومه اللي رفعت اسعار الطاقه، وطبعا طالما اسعار الطاقه رفعت يبقى تلقائي كل الاسعار هتزيد. الحديد زاد والاسمنت نفس الكلام، ومتوقع جدا زياده اسعار العقارات في خلال اليومين الجايين دول. وفي شركات مهمه جدا زي بالم هيلز وشركه مدينه مصر للاسكان والتعمير رفعت اسعارها فعلا، وشركه زي ماونتن فيو اعلنت ان هي هتزود الاسعار في خلال ايام. كل اللي بيحصل ده والحرب عدى عليها شهر واحد، ولسه بعد كل ده مصدق ان الاسعار هتنزل، خصوصا في بلد زي مصر العالم كله عينه عليها، لانها تعتبر الدوله الوحيده المستقره في المنطقه كلها. ولو عرفت تستغل الفرصه وتشتري دلوقتي قبل ما باقي المطورين يرفعوا الاسعار، هتبقى انت الكسبان. وخليك دايما فاكر ان العقار هو الابن البار.